بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ أول درس من دروس النحو للصف الثاني الإعدادي اللي هو المنادى. المنادى اسم يقع غالبا بعد أداة النداء، يعني أنت هتبص على أداة النداء، أدوات النداء زي يا وآ وأي وأيا وهي، وكل أداة من الأدوات دي بتستخدم استخدام. يعني مثلا يا لنداء القريب والبعيد، بننادي بها القريب وبننادي بها البعيد. وأي اللي هي الهمزة، وأي بننادي بها القريب لنداء الايه؟ القريب. يبقى يا لنداء القريب والبعيد، وأي لنداء القريب، وأيا وهي لنداء البعيد، نداء الايه؟ البعيد. تمام؟ هي دي ادوات النداء. يعني لما يقول لك استخرج اسلوب نداء، اول حاجه تبحث عنها يا، والاداه دي واي وايا وهي. الادوات دي يقع غالبا بعدهم اللي هو المنادى. طيب تعالوا نشوف امثله. بعد ما شرحنا ادوات النداء هنشرح دلوقتي امثله ونشوف ازاي بيجي المنادى. نقول مثلا يا طالب العلم اجتهد. فين المنادى هنا؟ المنادى اهو، لان احنا حددنا اداه النداء. طيب بعد كده نشوف انواع المنادى. المنادى يا اولاد نوعين: معرب ومبني. معرب وايه؟ ومبني. طيب خد معلومه: المعرب منصوب دائما، والمبني ممكن يبنى على الضم، وممكن يبنى على الالف، وممكن يبنى على الواو. مبني على الضم، مبني على الالف، مبني على الواو. وخليك عارف ان الاصل في المنادى ان هو منصوب. لما بيجي مبني بنقول منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الالف في محل نصب، منادى مبني على الواو في محل نصب. طيب تعالوا اول حاجه نشوف المنادى المعرب. المنادى المعرب 3 انواع: مضاف، وشبيه بالمضاف، ونكره غير مقصوده. نكره غير ايه؟ مقصوده. يبقى عندنا المنادى المعرب 3 انواع: منادى مضاف، ومنادى شبيه بالمضاف، ومنادى نكره غير مقصوده. طيب نبدأ في المنادى المضاف. احنا عارفين ان في حاجه اسمها مضاف اليه، فعلى طول المنادى اللي قبله باسم منادى مضاف. زي مثلا يا معلم الفصل اجتهد. نحدد اولا المنادى اهو. المنادى هنا مفرد منصوبه بالفتح. طيب ده مضاف اليه، يبقى ده منادى ايه؟ منادى مضاف. طب منصوب بايه؟ منصوب بالفتح. طب يا استاذ ايه اللي خلانا نصبناه بالفتحه؟ اتنصب بالفتحه عشان هو مفرد. طيب تعالى كده: يا طلاب الفصل اجتهدوا. فين المنادى هنا؟ كلمه طلاب. نصبناه بايه؟ نصبناه بالفتحه. اتنصب بالفتحه ليه؟ اتنصب بالفتحه عشان هو جمع تكسير. طيب تعالى كده نشوف يا معلمي المدرسة اجتهدوا. فين المنادى؟ معلمي.
منصوب بايه؟ منصوب بالياء. استاذ هي دي ايه؟ دي جمع مذكر سالم. مش احنا قلنا يا استاذ قبل كده ان جمع المذكر السالم العلامه بتاعته الياء والنون؟ ما هي ان المنادى المضاف او الاضافه لا تقبل النون ولا تقبل التنوين، وعشان كده في موجود هنا نون اتحذفت لان الاضافه لا تقبل النون ولا تقبل التنوين، يبقى ده منادى منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الياء. طيب تعالى كده، يا فتيات المدرسة اجتهدنا. فين المنادى هنا؟ كلمة فتيات. كلمة ايه؟ فتيات. علامة نصبه ايه بقى؟ علامة نصبه الكسرة. أستاذ هو ليه اتنصب بالكسرة؟ اتنصب بالكسرة عشان هو جمع مؤنث سالم. تعالوا نشوف مثال تاني. يعني نقول مثلا يا تلميذي الفصل، بص الفعل اللي جاي اجتهدا، يبقى ده مثنى. المنادى هنا مضاف اتنصب بالياء علشان هو مثنى. طيب تعال نشوف مثال هنا. يا ذا الفضل لك اجر. لك ايه؟ اجر. فين المنادى هنا يا استاذ؟ ذا. فاكرين الاسماء الخمسه؟ اب واخ وحم وفو وذو، دي ذا. علامه نصبه الالف. استاذ هو ليه اتنصب بالالف؟ لانه من الاسماء الخمسه. كده ده المنادى المضاف. المنادى الايه؟ المضاف. طيب تعالوا نشوف حاجه بسيطه قوي. المنادى المضاف المنادى المضاف بيتنصب بايه؟ يلا نغنيها كده. ممكن فتحه وممكن كسره وممكن ياء وممكن الف. يبقى المنادى المضاف بيتنصب بايه؟ ممكن فتحه وممكن كسره وممكن ياء ممكن الف. ممكن فتحه ممكن كسره ممكن ياء وممكن الف. ده المنادى الايه؟ المضاف. استاذ طب انا عرفت ان هو منادى مضاف ازاي؟ جه بعده مضاف اليه. عرفت ان هو منادى مضاف ازاي؟ عشان ولا في نون ولا في تنوين. طيب تعالوا نفرق كده. طيب هنا المنادى الشبيه بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف نقول يا تلميذا للفصل اجتهد. ركز هنا، تلميذا هو المنادى دي بعد ياء. تلميذا هنا فيها تنوين، وبعد التنوين حرف جر ومجرور. تمام كده؟ يبقى ده منادى شبيه بالمضاف. طب تعالوا نجيبه مضاف كده. يا تلميذ الفصل اجتهد. يا تلميذ الفصل اجتهد. هنا ده منادى مضاف، هنا ده منادى شبيه بالمضاف. تعرف تركز وتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان ده فيه تنوين وده ما فيهوش، وده ايه؟ ما فيهوش. ثانيا المنادى الشبيه بالمضاف. يلا نركز كده. لما قال يا طالبا للعلم اجتهد، يلا نكتب مثال تاني كده. يا طالب العلم اجتهد. فين المنادى؟ ادي المنادى وادي المنادى. ايه الفرق يا استاذ؟ ده فيه تنوين ده ما فيهوش، يبقى ده شبيه. حاجه تاني، جه بعد التنوين جر ومجرور، يبقى ده منادى شبيه بالمضاف، وده منادى مضاف. ادي المضاف اليه، الاثنين منصوبين بالفتح. يلا نشوف كده. يا
طلابا للعلم اجتهدوا يا طلاب العلم اجتهدوا. ده منادى شبيه بالمضاف، ادي التنوين وادي الجر والمجرور، وده منادى مضاف وهنا بعده مضاف اليه، والاثنين منصوبين بالفتحه لان الاثنين جمع تكسير. طيب تعال نشوف حاجه تاني. هنجيب 3 امثله، واحد منادى مضاف، واحد شبيه بالمضاف، واحد نكره غير مقصوده، ونفرق بينهم. يا تلاميذا للمدرسه، ادي التنوين وادي حرف الجر، ده كده شبيه. يا تلاميذ المدرسه، ده كده منادى ايه؟ مضاف. طب لو قال يا تلاميذا وراح حاطط نقطة وقال اجتهدوا، جه فعل، يبقى ده اهو نكرة غير مقصودة. نكرة ايه؟ غير مقصودة. يا تلاميذا اجتهدوا. طيب يلا نشوف أمثلة تاني. يا معلمي النشء، يا معلمين للنشء، يا معلمين وحط نقطة وراح قايل اجتهدوا. يلا نشوف كده. يا معلمي النشء، ادي مضاف اليه، يبقى ده منادى مضاف ومنصوب وعلامة نصبه الياء. امال ده ايه؟ برضه منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الياء، لان قال يا معلمين ايه؟ ظهرت النون اهي. ظهور النون هنا وبعدها جر ومجرور، ده معناه ان ده منادى شبيه بالمضاف. طب ده يا معلمين وسكت وحط نقطة وجاب فعل، وجاب ايه؟ فعل، فصل بفعل، يبقى هنا ده نكرة غير مقصودة. يبقى كده فرقنا ما بين المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. يلا نشوف كده ان الثلاثة بيتنصبوا، ممكن فتحة وممكن كسرة وممكن ياء وممكن ألف. طب أستاذ الأسماء الخمسة يا ذا الفضل، على طول وأنت مغمض تروح حاطط خط تحت الأسماء الخمسة وتقول له المنادى هنا منادى مضاف والأسماء الخمسة لا تأتي إلا مضافة. أستاذ هو ممكن المنادى يتحذف منه الأداة زي ربنا، إلهنا، معلمي. خليك عارف ان المنادى اذا اضيف اليه ضمير فهو منادى مضاف وانت مغمض. تمام كده؟ طب لماذا حذفت الاداه؟ حذفت الاداه لقرب المنادي من المنادي. احنا لما بننادي ربنا احنا قريبين من ربنا، فبقول ربنا، ربنا لا تعذبنا. طيب بعد كده ندخل على المنادى اللي هو المبني. المنادى الايه؟ المبني. المنادى المبني المبني اول حاجه نعرف ممكن يتبني على الضم وممكن الالف وممكن الواو، ممكن ضمه وممكن الف وممكن واو. طب تعالى نشوفه كده، لانه انواعه نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. وعلم مفرد، وده سهل. اسماء الاشخاص زي يا محمد، مبني على الضم. يا محمدان
مبني على الألف. يا محمدون، ايه ده؟ مبني على الواو. خليكم عارفين ان المنادى المبني مبني على الضم في محل نصب. طب تعالى نشوف النكرة المقصودة لما قال يا طالب اجتهد، ده مبني على الضم في محل نصب برضه. يا تلميذان، ايه؟ اول ما تشوف الالف والنون او الضمه او الواو والنون اعرف ان هو منادى مبني، منادى نكره ايه؟ نكره مقصوده. تعالى كده نشوف يا تلميذات، مبني على الضمه اهي في محل نصب. استاذ طب لو قال لي يا هذا، ايه ده؟ هو احنا مش هنعرف السنه اللي فاتت خدنا ان اسم الاشاره من الاسماء المبنيه، يبقى ده مبني. تمام كده؟ طيب تعال نشوف تاني لو قال نادي كلمه المعلم، هتقول له يا وايها المعلم، يا ايها المعلم. استاذ هو المنادى فين؟ اي ده. طب نادي لفظ الجلاله الله، تقول له يا وتحط الهمزه يا الله. تمام كده؟ طيب حاجه بسيطه قوي هنشوفها دلوقتي. بعد اي وايها، هي اي وايها الاثنين منادى مبني، لما جه بعدهم اسما جامدا بيعرب بدل، ولو جه بعدهم اسم مشتق بيعرب نعت. تعالوا نشوف كده. يا ايها الانسان ما غرك، فين المنادى يا ولاد؟ اي. الهاء حرف تنبيه، الانسان ده اهي تعرب بدل. طب لما قال يا ايها الطالب، الطالب ده اهي تعرب نعت. تعرب ايه؟ نعت. ليه؟ لان الطالب على وزن فاعل، يبقى ده اسم مشتق. طب ولو جامد بيعرب ايه؟ بيعرب بدل. فين المنادى في الجمله يا استاذ؟ تعال نقربها بكل بساطه. يا حرف نداء مبني لا محل له من الاعراب. اي منادى مبني على الضم في محل نصب. الهاء حرف تنبيه. الانسان بدل. طب يلا نقرب الثانيه. يا اداه نداء او حرف مبني لا محل له من الاعراب. اي منادى مبني على الضم في محل نصب. الهاء حرف تنبيه، والطالب يعرب ايه؟ يعرب نعت. يعرب ايه؟ نعت. يبقى اذا جاء بعد اي وايها اسما جامدا بيعرب بدل، واذا جاء بعد اي وايها اسما مشتقا بيعرب نعت. امال فين المنادى هنا يا استاذ؟ يا هذا الطالب. هذا كلمة ايه؟ هذا. وبكده نبقى عارفين ان المنادى المبني نكرة مقصودة وعلم مفرد. العلم المفرد اللي هو اسماء الاشخاص، والنكرة المقصودة لما اقول يا طالب، يا طالبان، يا معلمون، يا مثقفون. اول ما تشوف الواو والنون، اول ما تشوف الالف والنون، اول ما تشوف الضمة اعرف ان المنادى اهو منادى ايه؟ منادى مبني. منادى ايه؟ مبني. وان شاء الله هنحل ايه؟ تدريبات على الشرح اللي احنا شرحناه على المنادى. شباب شرحنا المنادى وقلنا منه المعرب والمبني. المعرب 3 انواع: المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده. والثلاثه بيتنصب ممكن فتحه، ممكن كسره، وممكن ياء، وممكن الف. اللي بيتنصب بالالف اللي هو الاسماء الخمسه، اللي بيتنصب بالكسره اللي هو جمع المؤنث السالم، الفتحه المفرد وجمع التكسير، اللي بيتنصب بالياء اللي هو جمع المذكر السالم والمثنى. المنادى المبني ممكن يتبني بالضم وممكن بالالف وممكن ايه؟ بالواو. اسماء الاشاره منادى مبني. تمام؟ المنادى اذا اضيف اليه ضمير زي ربنا، الهنا، المنادى اذا اضيف اليه ضمير فهو منادى مضاف. طيب
طيب تعالوا بقى نحل تدريبات. اول حاجه بقول لك استخرج المنادى فيما يلي. قلنا يا اولاد المنادى اسم يقع غالبا بعد اداه الايه؟ اداه النداء. تعالوا كده نشوف المنادى هنا فين. ادي اداه النداء اهي. فين المنادى؟ عادل. يا عادل اطع والديك. قلنا المنادى لو جه اسم يبقى علم مفرد. علم ايه؟ مفرد. وهنا منادى مبني على الضم. يا عائشات ادي المنادى اسمه يبقى علم مفرد. طيب العلم المفرد ده تبع المنادى المبني ولا المعرب؟ تبع المنادى المبني. هنا مبني على ايه؟ مبني على الضم لانه جمع مؤنث سالم. تعال استخرج المنادى وبين علامه بنائه. هنا علامه البناء ايه؟ علامه البناء الضم. علامه البناء هنا ايه؟ الضم. تعالى كده يا خالدان. فين المنادى؟ اهو في الف ونون يبقى علامه البناء الالف. يا مصر علامه البناء الضم. ده اللي مطلوب مننا. تمام؟ بعد كده ايه الاسئله؟ بقول لك بعد كده حدد المنادى. فين المنادى هنا؟ قلنا المنادى الاسم الذي يقع بعد اداه النداء. يا نيل ادي المنادى. هيا شباب مصر ادي المنادى. يا مقدما روحه. قال تعالى يا مريم ادي المنادى. كلمه مريم مقدما وشباب ونيل. منفق المال. يا مسافرون ادي المنادى. يا وطنيا كلمه وطنيا اي ملقيا للشعر ملقيا. يا جاهلين كلمة جاهلين. بعد كده أيا جنديا كلمة جنديا. يا بلادي كلمة بلادي. يا مفرطا في وطنه كلمة مفرطا. بعد كده قال تعالى يوسف. هنا حذفت أداة الإيه؟ النداء كلمة يوسف. انظر أمامك أيها الطالب كلمة أي. يا أخا اسم أسماء الخمسة. يا مصغيا للنص كلمة مصغيا. تعالوا كده نشوف مطلوب مننا. بقول لك باين انه يا نيل نكرة مقصودة. نكرة ايه؟ مقصودة. هيا شباب ده مضاف. قال تعالى يا مريم كلمة مريم تبقى منادى علم مفرد. بعد كده يا منفق المال كلمة منفق ده منادى مضاف. هنا بقول لك بين ايه؟ بين نوع. يا مسافرون واو ونون اهي. ده نوعه نكرة مقصودة. نكرة ايه؟ مقصودة. يا وطنيا نكرة غير مقصودة. بس لو جه بعدها جر ومجرور هيبقى شبيه بالمضاف. أي ملقيا للشعر. جه بقى الجر والمجرور ده. كلمة ملقيا فيها تنوين وجه بعده جر ومجرور يبقى ده على طول شبيه. شبيه بالإيه؟ بالمضاف. يا جاهلين على الهادي. ها كلمة جاهلين تبقى شبيه برضه. بعد كده أيا جنديا كلمة جنديا نكرة غير مقصودة. يا بلادي. قلنا المنادى إذا أضيف إليه ضمير فهو منادى إيه؟ منادى مضاف. لازم يبقى الضمير ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى مضاف. بسيطة أوي. يا مفرطا في حرف الجر جه وادي تنوين يبقى ده منادى إيه؟ شبيه بالمضاف. بعد كده يوسف علم مفرد ومبني على الضم. علم إيه؟ مفرد. انظر امامك ايها. اي منادى مبني على الضم. يا اخا الاسماء الخمسه بتبقى منادى مضاف. منادى ايه؟ مضاف. طب منصوب بايه يا استاذ؟ منصوب علامه نصبه الالف. يا مصغيا للنص قلنا تنوين جه بعده حرف جر يبقى ده منادى شبيه.
طب لو قال يا مصغيا استمع، يبقى ده منادى نكره غير ايه؟ غير مقصود. بقول لك اجعل او اكمل بمنادى وبين نوعه. اكمل بمنادى وبين نوعه. حافظوا على لغتكم. يا طلاب. نوع ده ايه؟ ده نكرة مقصودة. نكرة ايه؟ مقصودة. تعال، أنت تحمي البلاد يا جنديا. ودي تبقى نكرة غير مقصودة. طيب بعد كده رحمكم الله. كلمة رحمكم الله يا معلمون. رحمكم الله. طب المنادى هنا ايه؟ منادى نكرة مقصودة. بعد كده بعزيمتكما، يبقى ده مثنى. تتقدم الأمة يا معلمي ني. بعزيمتكما تتقدم الأمة. طيب تعالوا كده نشوف الأمثلة اللي بعد كده. اجعل ما يأتي منادى وبين نوع. يا فتيات مصر. طيب المعلمة يا أيها المعلم. يا ذا. يا أمهات الغد. يا ساع في الخير. يا ساعيا في الخير. يا وطنيون. يا طامحين. مثل في جملة مفيدة لمنادى مبني على الألف. نقول له يا تلميذان. بس كده. منادى من الأسماء الخمسة. يا أخ العرب. منصوب بالكسرة. يا معلمات للنشء. ليه بقى قلنا منصوب بالكسرة؟ لأن الجمع المؤنث السالم هو اللي بيتنصب بالكسرة. شبيه بالمضاف. يا طلابا للمدرسة. تمام؟ بعد كده نشوف السؤال اللي بعد كده. اجعل الكلمات التالية منادى مضاف. يا مدرس الفصل. يا مدرس اللغة. يا كاتب. يا كاتب الدرس. يا عامل. يا عامل المصنع. تعالوا نشوف بعد كده. بين نوع المنادى في الجملتين. الله. تعالوا نشوف كده. يا خالدا في الجنة. يا خالد. يا خالدا أي معناها يا باقيا. ركز. يا خالدا في الجنة ده منادى شبيه. ايه ده؟ طيب يا خالد اسم شخص علم مفرد. نركز شوية. يا خالد أي خالد وخالد. بس ده يا خالدا يعني يا باقيا في الجنة. جه تنوين وجه بعده حرف جر، يبقى ده شبيه بالمضاف. يا خالد هو بينادي ولد اسمه خالد. بيقول لي ايه؟ يا خالد تقدم لتتسلم الجائزة. ده علم مفرد. يا عبد الرحمن. هنا المنادى اهو. اضبط المنادى. يا عبد الرحمن هنحط له فتحة. يا علي علم مفرد نحط له ضمة. اجعل المنادى فيما يأتي. هنسيب ده للطلاب يحلوه. طيب وبكده يبقى انتهينا من شرح المنادى. قلنا يا اولاد المنادى نوعين: معرب ومبني
المعرب مضاف وشبيه بالمضاف ونكرة غير مقصودة، والمبني نكرة مقصودة وعلم مفرد. أسماء الأشخاص دي كلها علم إيه؟ علم مفرد. طيب أي وأيها منادى، أسماء الإشارة منادى. تمام؟ أي وأيها إذا جاء بعدهما اسما مشتقا فهو نعت، وإذا جاء بعدهما اسما جامدا فهو بدل. أستاذ يعني إيه جامد ومشتق؟ جامد ومشتق يا أولاد يعني كلمة طالب على وزن إيه؟ على وزن فاعل. الفاعل ده اسم مشتق، مشتقات اسم فاعل واسم مفعول وحاجات تانية. تمام كده؟ طيب المنادى المعرب ده بينصب ممكن فتحة وممكن كسرة وممكن ياء وممكن ألف. والمنادى المبني مبني على الضم، مبني على الواو، ومبني على الألف. وكل عام وأنتم بخير. تابعونا.